هنا الكراميل كرمل معايا زياده، انا مش عايزاكم تكرملوه زياده كده، انا عايزه يبقى اللون افتح شويه بحيث ان انت لما تحطي الميه ما يسودش منك. انا بقول لكم الخطا اللي وقعت فيه، بس هي برده ما طلعتش وحشه، هي طلعت حلوه بس مسكره زياده عن اللزوم. فانتوا اعملوها اول ما تلاقي الصوص بقى كراميل كده، لون الكراميل، على طول شيلوها على النار. بس المقادير هكتبها لكم بالظبط. هنا بقى معايا 4 معالق من السمنه البلدي، حطيت 2 زبده و2 سمنه. هنحط بقى كميه السوائل بتاعتنا اللي كرملناها، هنحطها كده على دقيق السميد مع النواشف اللي احنا عملناها. لو هتلاحظوا احنا مش هنحتاج تقليب كتير، يا دوبك بس مش هنخلي حاجه مش مختلطه بالسائل اللي احنا عاملينه. خلي بالكوا تاني، البسبوسه ما بتحتاجش تقليب كتير. شايفين انا بقلب ايه؟ بحيث بس ما يبقاش في حاجه ناشفه. نجيب بقى صينيه بتاعتنا، شوفوا السمك اللي انتوا عايزينه، بس يفضل ما تخلوهاش رفيعه قوي. هنا الكراميل كرمل معايا زياده، انا مش عايزاكم تكرملوه زياده كده، انا عايزه يبقى اللون افتح شويه بحيث ان انت لما تحطي الميه ما يسودش منك. انا بقول لكم الخطا اللي وقعت فيه، بس هي برده ما طلعتش وحشه، هي طلعت حلوه بس مسكره زياده عن اللزوم. فانتوا اعملوها اول ما تلاقي الصوص بقى كراميل كده، لون الكراميل، على طول شيلوها على النار. بس المقادير هكتبها لكم بالظبط. هنا بقى معايا 4 معالق من السمنه البلدي، حطيت 2 زبده و2 سمنه. هنحط بقى كميه السوائل بتاعتنا اللي كرملناها، هنحطها كده على دقيق السميد مع النواشف اللي احنا عملناها. لو هتلاحظوا احنا مش هنحتاج تقليب كتير، يا دوبك بس مش هنخلي حاجه مش مختلطه بالسائل اللي احنا عاملينه. خلي بالكوا تاني، البسبوسه ما بتحتاجش تقليب كتير. شايفين انا بقلب ايه؟ بحيث بس ما يبقاش في حاجه ناشفه. نجيب بقى صينيه بتاعتنا، شوفوا السمك اللي انتوا عايزينه، بس يفضل ما تخلوهاش رفيعه قوي.